السلام عليكم البنات، واش راكم لاباس؟ هيا رحمه الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وسلم وصحبه الاخيار. اليوم راني حابه نقدم معكم طريقه بالكوكس بوصفه اقتصاديه، يعني حاجه جديده. اول حاجه راح نوضع هذه قطع اللحم. ثاني حاجه راح نضع هذا البصل مفروم باش نقلى معاه. راح نضع زيت، يعني حوالي 2 ملاعق او 3 ملاعق. مع هذا الرند راح نضيفهم. راح نضع ملعقه ملح، يعني هذه طريقه، يعني طريقه الخضار رانا نعرفوها كامل، لكن في طريقه الطهي طريقه جديده حصريه على قناتي. كنت قدمتها من قبل في احدى القنوات، لكن بسبب تكسر الهاتف راني نعاود فيها. راح نديرو كامل الخضار تاعنا، هذاك اللحم مع البصل يتقلى، وراح نرجع لكم. يعني الطنجره تاعنا راهي تتقلى، وحنا هنا راح نقول لكم كاضافات يعني كامل نعرفوهم، لكن السر اللي راني حابه نمده لكم بعد ما نسقوها بالماء نمرقوها تماكينه راح تكتشفوه معايا. تبعوا معايا الوصفه الى الاخر. اما بالنسبه اللي راهي تقولي خاصني مشاريع وخاصني كيفاش ننجح في المشاريع، نقول لكم واصلوا مع المشاريع، ما تفشلوش. يعني اي وحده بدات مشروع تبداه بالبساطه بالحوايج اللي عندها، يعني تبدا بواش عندها. نتمنى هذيك اللي قالت لي راح نشري حداده، نتمنى انها تكون شريتها. الا ما كانش عندها الحداد يعني دير بالشي اللي راه متوفر عندها. تشري سكاي تخدم به لي تخوص تاع الحمام، سيكار، يعني كأبسط الاشياء باش تبدي برك. واللي راهي باديه قاطو تاني نقولها بلي يعني هنا عندنا طماطم مصبره، وعندنا هذه الطماطم اللي كنا خدمتها، يعني رحيتها وخدمتها فقط بالاشوار، وعندنا 3 حبات طماطم راح نضيفهم. كما نعرفوا البركوكس يبغي طماطم باش يجينا حلو. عندنا هذا حبات تاع الحمص، جزر. انا نحب نثقل المرقه تاعي باش تجينا ثقيله باش نحسوا بالبنه تاعها، يعني بهذه راح نستعملها بها بهذه القشره تاعها باش ما تنتحليش، لان نعرفوا الكابويه هذه جايه هشيشه بالخف تتحل في المرقه. على هذا استعمليها كيما هكا باش ما تنتحلكش وتقعد محافظه على نفسها. اني انا عندي هذه حبه الباذنجان صغيره كما تشوفوا، عندي 2 هذه حبات البطاطس. وحبيت نشكر كل متتبعه وفيه عندي، كل مشتركه قولها مرحبا بك اختي، داركم، مرحبا بكم اجمعين، وشكرا لتفاعلكم معي. فقط دعوة الخير، هذا واش خاصني. راكم تعرفوا وراني خبرتكم بالقصه تاعي كيفاش. اللي ما حبت مازال ما عرفتش نعرفها، يعني تربي في 2 بنات الحمد لله. وعندي هذا القزبر، يعني هو راهو خضر هنا في الصوره كي تشوفي، حسبي راه في عمره عام، مع شويه تاع كرافس. ديما راني نجيب لكم جديد بطريقه جديده، طريقه بسيطه، طريقه واضحه جدا.
يعني بعد ما ضفت كل هذيك الطماطم راح نضيفو هذا، وراح نضيفو هذا القزبر. انا نحبه يتقلى مع الطنجره تاعي. وهنا كما راكم تلاحظوا عندنا هذا بركوكس وهذه محمصه. يعني انا في القدره تاعي راح نستعمل هذا البركوكس في ديك الطنجره، راح نديره ونبلع عليه بالصفاره كما تعرفوا، كما نعرفوا اسم الصفاره. ما اختي باش نوضو نصفروا. من بعد كي يطيب شويه راح نضيفوا له هذه محمصه. دائما انا نحب مزيج بين البركوكس والمحمصه. يعني هكا كي تجربوا هذه الطريقه رجعوا لي الخبر كيفاش راح تجي. نتوما استعملوا الكميه، يعني عينك هي ميزانك، استعملي الكميه اللي تحبيها انت. كما انا راح نقص منه ونقص شويه منه. يعني كما راكي تشوفي راني نقصت، انا استعملت كميه قليله من هذه ومن هذه. راح نخلطهم كما هكا يعطونا هذه الغرفيه. قلنا السر راح بدا يبان هنا بعد ما تكون الخضره تاعنا طابت واحد نص ساعه ولا ربع ساعه. يعني نتوما طابت لك الخضره، مع هذيك الخضره راح نضع هذا يطيب. لانه الخضره تاعنا شتيها البطاطا جايه حبه، الكابويه جايه حبه، تبغي تنحيها كيما راها عادي يعني عادي. بغيتي حتى تصدريها وتضيفي لها هذا فقط المرق وحده تضيفيه هنا كما تبغي. لكن راح نديروه في طنجره الدق، وهذه حصريه على قناتي ولاول مره راني نبوح بها. وتغلقي عليه راح يستغرق لك 2 دقائق وهو طاب، وراح يجيك الحبه تاعه يعني طريه شابه. ميم راح يتشرب مليح هذيك المرقه، خاصه راس الحانوت اللي راح نديروه في البركوكس. وراح نشوفوا الطبق تاعنا واجد، يعني تشوفوا النتيجه قدام عينيكم كيفاش راح ترجع الحبه. يعني هنا كما كنتوا تشوفوا فيها معنا راهي تبان باللي راهي طايبه. راح نضيفوا لها كيما هكا وراح نغلقوا عليها وخلوها طيب. فوالا نديروا لها خلوهم فقط من الفوق. راح نبلعوا عليها كيما هكا كما كتشوفي. يعني هنا راني غلقت عليها وراح نعاود نرجعها للنار طيب. يعني هنا البركوكس تاعنا راهي طيب كما قلت لكم. راح نغسلوا هذه السلطه دروك ونقوها ونديروها مع هذاك البركوكس، نستعملوها كطبق اضافي يعني فيتامينات. فوالا دائما راني نوصي الامهات اللي تحب تزير على بنتها تقرا تزير عليها، يعني تبعيها في الكتاب، تبعيها في كراسها. راني نحط لكم وصفات مشاريع، وصفات اقتصاديه، يعني وانتوما واش تحبوا. اللي حبت اي حاجه، اللي حبت حاجه تاع مشروع، يعني تكتب لي في التعليقات وانا راح نجاوبها. يعني كنقوها قرايه نقولكم دائما هي المحترف حاضر معاكم. يعني انا فقط دعوة الخير، هذا ما راني مستحقيه منكم. يعني نعاونوا بعضنا الحمد لله. راني جايبت لكم وصفات رائعه جدا بالقوه. راح كل ما يكون عندي وقت ندير لكم ان شاء الله، كما وصفه المطلوع وصفه المادلين. يعني راني نحط لكم وصفه من القلب للقلب، حتى لو كانت بسيطه، حتى لو كانت اقتصاديه، حتى راح تصيبيها وراح تلقيها يعني بكل اسرارها. يعني حاجه ما نخبيهاش، ولا نسيت حاجه راني نضيفها لكم في التعليقات، حتى نتوما نستاهل من عندكم تعليقات يكونوا شابين كما كيفكم. نقول كل جاليه متتبعه مرحبا بك، مرحبا بكم داخل الوطن وخارج الوطن.
كاين اللي طلبت مني وصفه تاع حساسيه، يعني نقول لك راني حاطتها، حتى انه كاين واحد الجيران طلبها مني، نقول له كي دير لاصوب كيما هكا تاع بركوكس تاع حريره تاع عدس، يعني اي لاصوب تحط فيها قرصه زعتر وحده شيح لمده اسبوع. فوالا وحنا راح نغسلوها ونعاودو لها. هذا البنات راكم تشوفوا فيه بركوكس تاع الطنجره كي نبلعوا عليه، يعني يجي رائع جدا. راح نوريكم كيفاش راح يجي طايب. فوالا يجي شباب بنين كلشي. اللي راح تسقسيني تقولي درتي التوابل ما درتها شيء، فقط كنت مخلطه شويه زعتر مع شويه كمون مع شويه كركم، يعني حتى في الاخير كي بغيت نحط زدتها لهم. نعطيك حاجه واحده اخرى، القزبر كي طاب لي في المرقه قلعته ودرته في هاد الزلافه، وبديت ما نقولوا نطحنه هكا نضغط عليه نمرسه، بعد عاود رجعته للكيكوطه يطلق لك بالنشابه، ما تحتاجي حتى توابل بالنسبه للاخت اللي ما عندهاش توابل. نقول لكم شهيه طيبه، مع السلامه. الفيديو القادم ان شاء الله انتظروه، راح تكون هناك وصفه عباره عن مشروع. ما تنسوش جيم والاشتراك.